السلام عليكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طالع اتكلم على المنتخب الوطني اللي كسب 2-0 بعد اداء كروي كالعاده مفيش اي جديد فيه، يعني مفيش اي تطورات فيه. حظك الوحيد فيه انك بتقابل فرق ضعيفه، غير كده فانت لو قابلت فرقه جامده على اللي انت عمال تعمله ده، فلو كسبتها بحق انت امسك كوره، استحوذ، اعمل كل ده، بس كل ده في نطاق نص ملعب بتاعك. اول ما بتبتدي عند نص ملعب الخصم الضغط تبتدي انت رجلك بترعش، عارف تعمل ايه؟ يعني تشكيله عكاويه، عارف اللي هو ايه؟ انا مش عايز ازعل ده ومش عايز ازعل ده، ولا عايز ازعل جماهير النادي الاهلي ولا عايز ازعل جماهير نادي الزمالك، انا عايز ارضي الاثنين. طب اعمل ايه؟ نزل صلاح وتريزيجيه ومرموش وزيزو واعمل عك في الاربعه اللي قدام. فين الفيرود؟ مفيش. احنا هنزود الخصم، احنا مش هنعرفه مين الفيرود، يعني عمر مرموش الفيرود ولا تريزيجيه ولا محمد صلاح يمين ولا زيزو هو اللي يمين ولا مين رقم 10، انما 19 هيتزاوج. ما تفهمش. هو انا هبص هلعب باتنين ديفندرات قدامهم 4 يقعدوا يبدلوا مع بعض. المهم ان انا بان مدير فني جامد قوي، انا هعجبك قوي، خلي بالك. ما تفهمش ايه اللي حصل. اول شوط عقيم للمنتخب المصري، كله اوفرلاب، ما فيش غير باستثناء هجمه هجمتين طوال 45 دقيقه، غير كده ما فيش حاجه تذكر. يعني تقريبا الراجل مين الزهق حفيظ دراجي بقى بيتكلم على حسام حسن، يعني مهتم قوي بالنيو لوك بتاعه اللي هو ما بيتغيرش من ساعه ما اتولد. قال لك حسام حسن هو لعيب كوره زي ما هو حاليا، الاثنين اصلا لا يوجد تغيير كتير. يعني الراجل زهقان فبيدردش معانا طبعا، غير طبعا شكل الجمهور اللي كان عاجبه من المدرجات اللي فاضيه. يا جدع جمهور ايه اللي انت بتتكلم عليه ده؟ انا اصلا نمت في نص الماتش. جماهير ايه يا راجل؟ وربنا نمت من كتر ما انا بتفرج على نمت في الماتش، وصحيت على الجون الاول لما كان بيزعق فيه. يعني انا صحيت كده اتفاجئت بالجون. جه طبعا عرضيه من مستر احمد سيد زيزو صاحب العرضيات الافضل في القاره، عشان تخبط في المدافع وتنزل لتريزيجيه. هي لطشه واحده في الجون معروف تمام. عايز اتكلم على الجون الثاني بالاخص، يعني اللي يعني صاحب الفضل فيه من الاول بصراحه، واللي اديله فيه 9 من 10 وهو يعتبر صاحب الجون، مروان عطيه. عمل الكوره بوش رجله، فكرتنا بصراحه بحاجات ابو تريكه. وش الرجل نزلت لمحمد حمدي اللي عملها اسيست لصلاح، اللي لو اي حد مكانه هيحطها جون. اي حد تتخيله، لو جبنا واحد ما بيعرفش يلعب هيحطها جون، فما كانتش مستدعيه يعني، فحطها جون وبقى الجون الثاني. بس بصراحه الافضليه في الجون ده مروان عطيه. مع حسام حسن انت مش هتبقى فاهم حاجه، مش فاهم مين مع مين ومين بيلعب فين وايه التشكيله. ممكن الشوط الثاني يطلع 4-5 ينزل 4-5 غيرهم، برده ما تفهمش يعني، او ما بيزعلش حد. عارف اللي هو ايه؟ واحد حاجز خماسي وجايب صحابه يلعبوا، فتعالى انت بتعرف تلعب انزل، انت المهم انك هتدفع فلوس انزل كده بجد والله مش عارف حاجه يعني. هو الراجل مصدوم. الشوط الثاني بيألف، طلع محمد عبد المنعم، نزل حمدي، حط حمدي فتحي مكانه ونزل مصطفى محمد فيرويد. انت عملت ايه؟ يعني ايه المبهر؟ هو الراجل مش عنده اقتراحات. انت هتوجع دماغي، انا بلاعب فرق ضعيفه عمال اتمرن عليه، وحظه جاي يعني، هو بيكسب ما بيخسرش يعني. 3 مطوشه العلامه الكامله والله ما تفهم. في النهايه المنتخب الوطني يفوز 2-0 على موريتانيا، ومع تحت اداء مضحك، تحت اداء مضحك بصراحه. مش لاقي حاجه اقولها عن المنتخب مبهره يعني، ما فيش بصراحه. حتى الهجمات مش لاقي هجمات مبهره. فنكتفي بهذا القدر، وربنا يكرم المنتخب في اللي جاي. واهم حاجه السوبر المصري لنادي الزمالك، غير كده اقفل بقى اي حاجه تانية.